هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده قررت انزل فلوج عن مكان حلو قوي في نوتنغهام اسمه هارفي هادن فيليج سبورت. المكان ده بروحه بقالي فتره لان ابني بيتدرب هناك. اللي لفت نظري قصه المكان وصاحب المكان. قبل ما اوريكم المكان خليني اقول لكم قصه مختصره عن هارفي هادن، الشخصيه اللي اسست المكان ده. هارفي هادن اتولد سنه 1851 وكان يعتبر اغنى اغنياء نوتنغهام في الوقت ده. هو كان تاجر منسوجات، واول واحد يعمل جوارب شتويه او تقيله شبه اللكلوك كده، وبعدين تطور شويه واشترى بقى اراضي واشترى بيوت، وبعد ما اشترى بيوت اشترى منطقه بحالها، ووصلت استثماراته عن طريق العقارات ل 1 مليون باوند في الوقت ده، وكان يعتبر من اغنياء نوتنغهام. بعد كده اشترى الارض الكبيره اللي اتعمل عليها هارفي هادن فيليج سبورت، وده مكان للرياضه فقط. طبعا هوريكم صور قديمه للمكان ودلوقتي بقى عامل ازاي، ولكن هو خصص وشرط في وصيته ان المكان ده يفضل للمدينه للسبورتس بس. 1955 قرر يعمل اول حاجه على الارض دي، وكانت تراك للجري، وكان ناس كتير بييجوا يجروا يعملوا مسابقات تبع الاولمبيه فيها. وبعد كده كبروا المكان شويه وعمل ستاديوم، وبعد كده بدأ يحط حاجات رياضة، يعني حاجات تبع السبورت أجدد وأجدد وهكذا. خليني أوريكم بقى المكان عامل إزاي. أنا قلت لكم القصة باختصار، ولكن قصة هارفي هادن موجودة على جوجل، تقدروا برضو تعملوا تشيك عليها وتعرفوا الشخصية دي مين. خليني أوريكم المكان وأوريكم شوية سبورت بتتعمل جواها، لأن طبعا في أماكن برايفت ما أقدرش أصور فيها. عجبكم اعملوا سبسكرايب وشير واكتبوا لي في الكومنت عايزين تشوفوا ايه، وهل الناس اللي بتروح هارفي هادن كانوا عارفين ان هارفي هادن ده شخصيه في الحقيقه موجوده ولا لا. يلا اشوفكم الفلوج الجاي. باي باي.